السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا عارفين احنا عملنا مع بعض قبل كده القراميط في الفرن، في صينية في الفرن، وفي ناس كتير قوي بتسميها الزبادي. فاحنا عملنا الزبادي قبل كده مع بعض، وكنت سلخاها، وفي ناس كتير، واتفاجئت ان في ناس كتير قوي ما بتعرفش ازاي تسلخها، وفي ناس ما بتاكلهاش عشان بتقرف منها بجلدها. فالنهاردة حبيت نعمل مع بعض، نسلخها مع بعض، واعلمكم ازاي نسلخها عشان اي حد بيحبها وقرفان يجيبها من هنا ورايح يجيبها على طول. اول حاجة جبت القراميط، وزي ما انتوا شايفين جبتها حية قدامكم اهي عشان اتأكد ان هي نظيفة وجميلة. دي اول حاجة. تاني حاجة جبتها متوسطة، يعني لا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة قوي. الكبيرة قوي بيبقى معظمها من القلب كده بطريخ، وما بيبقاش فيها لحم اصلا، والصغيرة لما باجي اقليها في الزيت بتقرمش خالص وبتبقى ناشفة، الزيت بينشفها. عشان كده جبتها وسط. اول حاجة عملتها ان انا بقطع الراس بتاعتها زي ما انتوا شايفين، وببدأ اقطع الزعانف بتاعتها عشان ما تعورش، لان هو حي وبيتحرك وما بيبطلش حركة فهيعورك. يبقى قطعنا الراس وقطعنا الزعانف. بعد كده الشوكة اللي بتبقى في الجنب دي ببدأ افصل الجلد من الشوكة دي من الناحيتين، لان الشوكة دي اصلا اهم حاجة، فلازم افصل الجلد من ناحيتين. وجبت معايا الدقيق. الدقيق مهم جدا جدا جدا، عشان زي ما احنا عارفين هو اصلا جلده من بره بيبقى ناعم كده وبيقعد يتزحلق، فانتي اصلا مش بتبقي عارفة تمسكيه، فممكن تعوري نفسك. فالدقيق عشان تعرفي تتملكي كويس فيه وتعرفي تمسكيه وتخلي الجلد منه من غير ما يطلع فيه لحم كتير. فانا جبت الدقيق وقعدت احط عليه كل خطوة كده دقيق، واخلي فيه بالمقص عشان ما يطلعش منه لحمة كتير في الجلد، وعشان ما يتزحلقش مني ولا يتزفلط. خدته من اوله لاخره كده بالمقص من النص زي ما قلتلكم. القراميط جميلة جدا وليها طرق كتير نعملها بيها، اشهرهم طبعا يا نقليها في الزيت، يا نسلخها ونحطها في الفرن زي ما بيسموها الزبادي. واحنا عملنا الزبادي مع بعض قبل كده، وان شاء الله في المستقبل هنعمل طرق مع بعض كتير سواء للقراميط او للسمك كله عموما. السبب اصلا ان احنا بنسلخ القراميط، ان يقال يعني، وانا بصراحة مش عارفة اذا كان الموضوع ده صح ولا غلط، ان بيبقى تحت الجلد مواد ميكروبية صغيرة، ففي ناس طبعا بتكش وتقولك هنسلخها ومش عارفة ايه وكده، وفي ناس عموما بتقرف من الجلد، عشان كده بنسلخها. وفي طريقتين للسلخ. في طريقة اللي انا بحط عليها مية بتغلي واقوم مقشراها، ودي بتكون اسهل بكتير، بيطلع معايا بسهولة عن كده ان انت تجيبي المية بتغلي وتحطيها عليه وتقشريه، وهبقى اعملها لكم في مرة واوريها لكم ازاي. وفي الطريقة اللي انت تقعدي تسلخيها كده، ان انت تشيلي الجلد كده وهو حي. ولو حد يعرف حاجة تانية واسهل واسرع من كده يبقى يقولها لنا في الكومنتات ونجربها مع بعض سوا ونشوف ايه الافضل والاحسن. اهم حاجة ما يطلعش مننا لحمة كتير على قد ما نقدر، عشان ما نهدرش القرموط، وخصوصا من تحت من عند الديل، لانه اصلا الديل بتاعه بيكون صغير. القراميط جميلة جدا، ولكن مشكلتها زي ما احنا عارفين ان هما بيسموها السمك الجلال. السمك الجلال دوت يعني بيتغذى على الحيوانات الميتة لما بيكون في مية وفي بيئة مش نظيفة. عشان كده في ناس كتير جدا بدأت ما تاكلهوش بقالها فترة. وكمان جه في فترة معينة من الزمن الأزهر فتوى إنه حرام أكله، ولكن بعد كده طلعوا قالوا لأ، إنه هو حلال لأنه زي أي سمك عادي، والسمك مش حرام، ولكن أهم حاجة إنه يكون جاي من بيئة نظيفة موثوق فيها. فالسمك وبالذات القراميط ما نشتريهاش من أي حد، بنشتريها من حد احنا عارفينه وحد موثوق فيه، تكون في بيئة كويسة، التربة بتاعتها والمية بتاعتها نظيفة، ما فيهاش صرف، ما فيهاش حيوانات ميتة. لكن القراميط اللي بتيجي كده من أي حتة في الترع والمصارف، اللي الناس بتستخدمها استخدام سيء وبيقعدوا يرموا فيها حيوانات ميتة، بتبقى حاجة وحشة جدا.
وبنعرفها ازاي؟ وانتي بتشتري القرموط خدي بالك، لو غامق جدا الغامق دوت بيكون متربي على مية الصرف وما بيكونش نضيف، فلازم تبعدي عنه. لو نضيف بيبقى لحمته بيضة وزي اللي هوريها لكم في اخر الفيديو، زي اللي انتوا شفتوها في الاول، لحمة بيضة، فدي بيبقى المية بتاعته نضيفة وبيبقى متربي كويس واكله نضيف. فالقراميط يا جماعة ما تتشراش من اي حتة عشان صحتكم وصحة اولادكم. وعشان السبب دوت برضو في ناس بتشيل الجلد بتاعها، بس لو جايباها من مكان نضيف ما تسلخيهاش عادي، وفي ناس بتاكلها بالجلد عادي، وانا عن نفسي بعملهم الاتنين، واوقات كتير جدا بقليه بالجلد بتاعه وبيكون طعمه جميل جدا. لو سبت الجلد بتاعه ممكن تقليه عادي في الزيت بيبقى طعمه جميل، لو سلختيه يبقى اعمليه في صينية في الفرن افضل. طبعا الاكل ده اذواق، انا بقولكوا على اللي انا بعمله واللي انا بحبه، وانتوا جربوا واعملوا اللي انتوا بتحبوه. هبقى اسيب لكم لينك الفيديو في اول كومنت وفي صندوق الوصف، اتفرجوا عليه وجربوه وقولوا لي رأيكم. شايفين البطاريخ كانت عاملة ازاي؟ طبعا لما بتقطعي من فوق خالص الدماغ بتاعته عشان ما تأذيش البطاريخ، ما تتفتحش منك وتتهرى. البطاريخ جميلة جدا وكلنا بنحبها. طبعا البطاريخ بنقليها مش بنحطها في تخديعة. هنا كنت قاعدة بشد حتة حتة بالراحة، مرضتش اشدها جامد عشان ما يطلعش معايا نسبة لحمة كبيرة فيها واهدر لحمة كتير في الجلد، عشان كده كنت بشد حتة حتة بالراحة كده. هي مشكلتها ان هي بتاخد وقت شوية، الطريقة دي بتاخد وقت فعلا وغايب معايا عبال ما خلصتهم. لكن الطريقة التانية اللي بقولكوا عليها ان انا اغلي مية واحطها عليها بتقشريها كده بسرعة ومش بتاخد اي وقت خالص واسهل، وهنبقى نعملها ان شاء الله مع بعض في مرة بعد كده. هنا كان خلاص اصلا ما فاضلش غير حتة صغيرة. طبعا انا سلختها عشان اعملها في الفرن زي ما عملتها معاكم قبل كده، عشان انتوا عارفين طبعا الفترة اللي احنا فيها والزيت بقى غالي قد ايه، فالواحد بيحاول يوفر على قد ما يقدر. فهحطها في الفرن ومش هقليها، بيبقى طعمها جميل جدا، واكيد انتوا عارفين كده واي حد مجرب عارف كده. هنا كان اخر حتة خلاص، حطيت دقيق عليها وشدتها وطلعت مرة واحدة، وبعدين خدتهم طبعا غسلتهم من الدم والدقيق اللي فيهم كويس جدا، ونضفتهم وطلعت منهم البطاريخ وقطعتهم، وكانوا جمال جدا جدا جدا. اهي ده كان بعد ما خلاص، بس هنا كنت لسه ما فتحتهمش، يعني كان لسه البطاريخ فيهم ولسه مقفولين. لقيت كده حتة في الطرف كده من الجنب عند الشوكة الأصلية، شدتها وخلاص على كده.